صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا عبود يا ابني. برضه انت لا رايح تودي الولد المدرسة؟ ايوه يا ماما، هي دنيا نايمه وانا محبتش اصحيها الصراحه، وانا كده كده على طريقي يعني. انا مش فاهمة يعني انت ذنبك ايه يعني كل يوم كده تدب المشوار ده؟ ما تروح يا ابني على شغلك عشان ما تتأخرش. عادي يا ماما، ما انا كده كده لابس ونازل على طريقي بقى بالمره. حد لا يدلع وما يتدلعش. خليك مدلعها. طب يا اخويا هي بقى مش هتنزل لي شوية تساعدني ولا ايه يعني؟ ولا تفضل نايمة للعصر؟ لا لا لا، انت شويه كده رني عليها وهي هتنزلك على طول. يلا بقى احنا هنمشي عشان ما نتاخرش. مع السلامه. مع السلامة يا اخويا. خليك انت كده تعب نفسك على طول. اما اتصل بيها صحيها ولسه استنى كمان شوية. ده انا ما فطرتش. الو. ايوه يا دنيا. اصحي انت لسه نايمة؟ ايوه يا ماما. اه والله انا لسه نايمة. عايزة حاجة ولا ايه؟ ايه هو اللي عايزة حاجة ولا ايه؟ ما تنزلي يا بنتي عشان نفطر بقى ونشوف اللي ورانا ايه في الشقة. طب ما تفطري انت يا حماتي، افطري وبعد كده رنيلي وانا هنزلك على طول اكون انا كمان صحصحت. انا مش قادرة اقوم واتحتح من مكاني. انا خلاص واحدة كبيرة في السن ورجلي وجعاني ما اقدرش اعمل فطار لنفسي. يلا اتفضلي. طيب حاضر يا حماتي. قال ايه؟ افطري يا حماتي وانا هبقى انزلك. وما انت لازمتك ايه في البيت؟ ولا بتودي ولا المدرسه ولا بتفطر ابني ولا كمان عايزه تفطريني؟ وما لازمتك ايه في البيت؟ نايمه كده وخلاص. شوف الساعه بقت كام والهانم لسه ما نزلتش. تلاقيها نامت بعد ما قفلت معايا. لسه فاكره تيجي؟ لا كنت تعالي بكره احسن. مين؟ سناء؟ يا هلا يا هلا. تعالي نورتيني والله، بحسبك دنيا مرات ابني. تعالي اقعدي. عاملة ايه يا ام عبود؟ والله ليكي وحشة، ما بتجيش ليه؟ اجي فين بس وانا رايقه؟ سيبيني والنبي في المشاكل اللي انا فيها. خير، في ايه؟ مشاكل ايه دي؟ على مرات ابني دنيا. ما بتنزلش خالص، ما بتنزلش. لازم لساني يتدلدل كده واتحايل عليها اقول لها انزلي يا بنتي فطريني، انزلي اعملي حاجه معايا، انا ست كبيره وتعبانه ورجلي وجعاني. ما فيش خالص. تطنيش. ما هو ابني مش عارف يحكمها ومش عارف يشكمها ومش لاقي حد يلمها. ما تتدلعش ليه بقى؟ شوف الساعه كام باينه بعد الظهر. والله ما حطيت حاجه في بقي ولا خدت علاجي. ازاي يا ام عبود تسكتي على حاجة زي كده؟ ما نعرفش عنك كده يعني، مالك في ايه؟ تطلعي تبهدليها وتحكميها وتشكميها طالما ابنك مش عارف يحكمها ولا يشكمها. انت بتقولي فيها ولا عارف يحكمها ولا عارف يشكمها وخايف منها وراكبه مدلدله رجليها. لا معلش، سيبيلي انا بقى الطلعة دي. ما هو مش هنستنى ونقعد نتفرج عليكي بقى لما يغمى عليكي من قلة الاكل ومن قلة العلاج. هتعملي ايه؟ هطلع لها. وانا هعمل ايه يعني؟ هطلع لها وهجرجرها واجيبها لحد هنا تخدمك وتشوف طلباتك. ايوه حاضر جايه اهو. اهلا يا خالته سناء. تعالي اتفضلي اقعدي. انا مش جايه اتفضل يا حبيبتي، انا جايه اقول لك كلمتين ورد غطاهم. في ايه يا خالته سناء؟ شوف عامله نفسها غلبانه وبريئه ومش عارفه حاجه. بقى حته بنت زيك تمشي كلامها علينا. حماتك تحت من الصبح بتقولك انا جعانه وفطريني عشان اخد الدواء، وانتي قاعده هنا بتدلعي وقاعده بتعملي ايه؟ انا مش فاهمه. المفروض اول ما حماتك ترنلك تقولك انزلي تنزلي على طول من غير تفكير، مش قاعده لي لغايه الظهر. ايه، ما عندكيش دم ولا ايه؟ انا ما اسمحلكيش بقلة الادب دي. لازم تلزمي حدودك. انت جايه تشتميني؟ الحقوني الحقوني. يلا مش هتلاقي بره. في ايه سناء بتصوتي ليه؟ يا لهوي، مين اللي عمل فيكي كده؟ مرات ابنك الغولة. طلعت يا اختي بقول لها انزلي لحماتك عشان ما تقعش مننا وتفطر وتاخد الدواء، راحت هبشاني وقعني في الارض ومكسحاني. هي اللي عملت فيكي كده؟ والله العظيم ما هسيب حقك يا اختي. الليله مش هتبات في البيت. اه يا اختي مشيها، دي غولة، خافي على نفسك، دي ممكن تعمل فيكي حاجة. انا هكلم ابني دلوقتي يجي يجيبها من شعرها وينزلها يجرجرها في الشارع ويرميها في الشارع. تربية الشوارع دي. الو. ايوه يا عبود. انت فين؟ سيب اللي في ايدك وتعالى لي حالا. تعالى شوف مراتك عملت ايه في اختي خالتك. لا مش لما تخلص شغل دلوقتي حالا، بقولك استاذن وتعالى. انت كويسه يا حبيبتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اكيد كلموا عبود وحكوا له كل حاجه. انا لازم افكر ضروري اعمل ايه. لازم اتصرف. لقيتها. انا احط مكياج واقول ان هي طلعت تتهجم عليا وهي اللي ضربتني. عبود هيصدقني عشان هو بيحبني. ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ خالتي مالها؟ مراتك يا شملول، مراتك ضربتها وبهدلتها وعجزتها وكسحتها. نعم. ودنيا تعمل كده ليه يا ماما؟ طلعت تقول لها يا اخويا ان انا قاعده تحت جعانه ومن ساعه ما انت مشيت وهي نايمه فوق، اتصل بيها ما بتردش، واقول لها يا بنتي انزلي عايزه افطر عشان اخد الدواء. مفيش. جت لقيتني قاعده على الكنبه يا عيني تعبانه، قالت لي لا انا هطلع اجيبها. نازله لي بالمنظر ده. ماشي يا ماما ماشي، انا هطلع اشوف في ايه. اه. يا دماغي. انت جيت يا عبود. ايه ده؟
مالك يا دنيا؟ انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. قومي كلميني في ايه؟ زي ما انت شايف يا عبود، خالتك طلعت لي وبهدلتني وتهجمت عليا وضربتني ونزلت. انا مرضتش اتكلم غير لما انت تيجي بنفسك وتشوف، وقلت اكيد هم هيتصلوا بيك ويقولوا لك ان انا اللي ضربتها وانا اللي تهجمت عليها. وانا اصلا ما نزلتش خالص النهارده، هي اللي طلعت لي وتهجمت عليا وضربتني زي ما انت شايف كده. انت كنت تاخد لي حقي، ماليش دعوه، انت لازم تاخد لي حقي. طب انا اصدق بقى من فيكو؟ هي برضو نايمه تحت ودماغها مفتوحه وعينيها وارمه ومتكسحه خالص ومش قادره تمشي، وانت هنا نفس الكلام. انا بقى اعمل ايه يعني؟ قولي لي. اكس عليك يا عبود، انت بتفكر ما تصدقنيش ان انا هكذب عليك؟ انت مش شايف منظر وشي عامل ازاي؟ حرام عليك يا اخي، حرام. انت جايبني هنا عشان تبهدلني؟ انا هاخد ابني وامشي. ده انا حتى شفتها وهي نازله على السلم وضاربه راسها في الحيطه عشان تعمل نفسها انها دماغها اتفتحت. حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. طيب ماشي، انا هحل الموضوع ده. يا رب الهمني اعمل ايه. انا مش عارف احل الموضوع ده. ايوه صح، انا افتكرت. ابو يوسف جارنا من اخر حاله سرقه حصلت في العماره، وقال هيركب كاميرات في العماره، ومش هيعرف حد خالص من الجيران، علشان لو حد من الجيران هو اللي بيسرق يتقفش. بس قبل ما اطلع لابو يوسف انا لازم اروح بسرعه اجيب ابني من المدرسه. يا ترى عبود هيعمل ايه عشان يعرف الحقيقه؟ احيه، ده يا ابو يوسف كان مركب كاميرات وما حدش يعرف غيرنا انا وعبود. انا حاسه ان هو يروح يساله، دماغه وانا عارفاها، ويقول له فرغ لي الكاميرات عشان يشوف اللي حصل على السلم. انا لازم اروح لابو يوسف حالا. خير يا ام بودي؟ ايه اللي حصل لوشك ده؟ لا ولا حاجه يا ابو يوسف، انا بس اتخبطت. لا الف سلامه عليكي. في حاجه ممكن اعملها لك؟ انا بس عايزه اطلب من حضرتك طلب. لو عبود جوزي جالك وقال لك وريني، فرغ لي الكاميرات ووريها لي، قول له ان انا قافلها ومش مشغلها. الله، بس هي شغاله، اكذب ليه؟ عشان خاطري يا ابو يوسف، انت لو عملت معايا الجميله دي انت هتنقذني من الطلاق وخراب البيت. مع اني مش عارف ليه، بس ماشي اللي حضرتك عايزاه. شكرا جدا، عن اذنك. انا لازم افرغ الكاميرات دي واشوف في ايه. ابو يوسف لو سمحت عايزك. ايوه يا استاذ عبود، اتفضل. ابو يوسف، هي الكاميرات اللي انت حاططها على السلم دي شغاله صح؟ لا لا، مقفوله، مش شغاله، مقفوله. ايه يا ابو يوسف، في إيه؟ انت ملقلق كده ليه في الكلام؟ أنا حاسس ان انت بتكذب عليا. ارجوك، في موضوع مهم جدا، انا لازم اشوف الكاميرات. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب طيب يا استاذ عبود، اتفضل اتفضل شوف الكاميرات. متشكر جدا. ادخل يا بوجي على اوضتك. حاضر يا بابا. بقى انت بتكذبي عليا وبتقولي لي خالتك نزلت ضربت راسها في الحيط وفتحت دماغها؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عبود؟ انت برضو صدقتهم وما صدقتنيش؟ اه يا بجحتك. انت بتضربني يا عبود. اتفضلي اطلعي بره، وهكسر عظمك لو فضلتي في البيت ده دقيقة واحدة بعد كده. انا دلوقتي طردتها من البيت وبعتها لبيت اهلها تقعد شهر هناك علشان تتأدب، لانها مدت ايديها على واحدة في مقام امي وفي مقام امها، وثانيا عشان اتبلت عليها وقالت انها هي اللي ضربت نفسها. انا هرجعها تاني بعد الشهر ده، مش عشان هي مظلومة ولا عشان احنا ظلمناها، لا، لان زي ما هي غلطانة خالتي كمان غلطت، لانها طلعت وتهجمت عليها في بيتها وشتمتها، واحنا بنفرغ الكاميرات سمعنا كل الشتايم اللي خالتي شتمتها لها. يمكن اعذرها شوية علشان الشتايم والطريقة اللي دخلت بيها، بس ده مش مبرر ابدا انها تمد ايديها على واحدة في مقام امها. لو عجبكم الفيديو اتمنى تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم قوي.